ليه بعض المكتئبين بيبانوا عصبيين ومتوترين ومش حزينين؟ ليه الاكتئاب ساعات بياخد شكل العصبية؟ لما بنسمع كلمة اكتئاب بنتخيل حد هادي ساكت وزعلان، لكن في ناس مكتئبة شكلهم بيبقى مختلف تماما. بيكونوا عصبيين شوية، متوترين أو بينفعلوا بسرعة، أو حتى صبرهم قليل، وأي حاجة بسيطة بتضايقهم فتقول ده مش مكتئب، ده عصبي، ده طبعه صعب. لكن الحقيقة أعمق من كده. خلينا نفهم، لأن الاكتئاب مش دايما شكله دموع وحزن، أحيانا بيكون شكله احتراق داخلي وتبلد. أول حاجة لازم تعرفها إن الاكتئاب أحيانا بيكون توتر مزمن، المخ بيبقى في حالة إنذار طول الوقت، جهازك العصبي شغال كأن في خطر حواليك حتى لو مفيش، وده يخلي الإنسان حساس زيادة ومنفعل بسرعة ومتعب ومرهق من جواه. في عندنا برضو سبب عصبي مهم في الاكتئاب، هرمون التوتر الكورتيزول بيفضل عالي. الكورتيزول بيخلي الجسم طول الوقت في وضع استعداد ودفاع وتوتر، فلما الطاقة النفسية بتكون قليلة وأعصابك مشدودة، أبسط حاجة بتبقى شرارة، مش لأنك بتدور على خناقة، لكن لأن جهازك العصبي مرهق بالفعل. في نقطة بقى نفسية عميقة شوية، في ناس ما اتعلمتش تعبر عن الحزن فبتعبر عنه كغضب. الغضب أحيانا بيكون غطا، أسهل تقول أنا متضايق من إنك تقول أنا موجوع. فالاكتئاب بيطلع على شكل عصبية، مش لأن الشخص وحش، لكن لأنه مش قادر يوصل الألم بطريقة هادية. كمان في حاجة اسمها اكتئاب متهيج، ده شكل معروف للاكتئاب خصوصا عند الرجالة والمراهقين. بدل الحزن الظاهر يبان في صورة عصبية وضيق وقلة احتمال ونفور من الناس، والشخص نفسه مش فاهم هو ليه بيبقى كده. في سبب برضه كمان مهم، لما بتكون مكتئب طاقتك بتكون قليلة جدا، فلما حد يطلب منك حاجة أو يضغط عليك أو حتى يكلمك كتير بتحس إنك مش قادر، والعجز ده بيتحول لضيق. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة ما نفسرش العصبية دايما على إنها سوء نية، ساعات العصبية بتقول أنا تعبان والله ومش عارف أشرح، ولو أنت اللي حاسس بده اسأل نفسك أنا عصبي ولا مرهق نفسيا؟ الفرق بينهم مهم جدا. السؤال بقى الأخير اللي يفضل معاك، هل العصبية دي طبع ولا صوت ألم داخلي طالع في شكل نار بدل دموع؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وأشوفك الحلقة الجاية.